أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد بين ضفاف وجمال نهر النيل في منطقة منيا للرودة، وبالتحديد في مصر القديمة. هنشوف فيه ونتعرف على حكاية مكان عدى عليه عصور وأزمنة مختلفة، وهنعرف ليه اتسمى المكان ده بالمنيل وإيه هي أهم المعالم اللي بتميزه. وأول حاجة هنتكلم عنها هو كوبري المنستيرلي المعروف بكوبري الخشب. كوبري المنستيرلي من أجمل الكباري الأثرية الموجودة في القاهرة، صمم وتمت زخرفته بطريقة مميزة بشكل قبته الخشبية الجميلة اللي وانت جاي من بعيد كده هتعرف ان هو ده كوبري الخشب. والكوبري الجميل ده اللي بناه المهندس أحمد الفرغاني، وسمي كوبري المنستيرلي بهذا الاسم نسبة لقربه من قصر المنستيرلي باشا الموجود في جزيرة منيا للرودة. وهيكون لينا جولة قريبة عنه، هنتكلم وهنشوف تصميمه المعماري الجميل المطل على نهر النيل. ويلا بينا نتعرف على حي المنيل وتاريخه. ولكن لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس علشان نشوف كل جديد. حي المنيل هو من أجمل وأرقى أحياء القاهرة. اتكونت المنيل منذ أيام الفتوحات العربية لمصر، يعني هو مش مكان قديم خالص من أيام الفراعنة، ولكن هو كان جزيرة اتكونت منذ أيام الفتوحات العربية لمصر، وكانت عبارة عن جزيرة بتربط بين حصن بابليون والجيزة، فكان من خلالها بيعبروا من الجيزة لحصن بابليون في أيام الصراعات. بعد كده خدوها كحصن ليهم، ولكن أهملت لسنوات. عدى عليها أحمد بن طولون، بنى فيها حصن وبنى أسوار لدرجة إنها سميت قلعة الحصن. وبعد انتهاء الدولة الطولانية وموت أحمد بن طولون بدأت المية تطفو على الجزيرة، هدت كل المباني وكل القصور اللي عملها ابن طولون. فمنيا للرودة عدى عليها بعدها الإخشيديين، وكمان أنهم يملوها بالبساتين، وكمان الفاطميين حولوها لمكان رائع وجميل للتنزه من كتر القصور والبساتين اللي بنوها. كمان من الحاجات الجميلة واللي بتميز منيا للرودة إنه في العصر الأيوبي وفي عهد الصالح نجم الدين أيوب قرر إنه هو يهد كل القصور والمباني اللي عملها اللي قبله، ويعمل قلعة الرودة أو القلعة الصالحية. واحنا عارفين وظيفة القلاع ايه أيام الحرب، وإنها كانت بتبقى حصن ليهم ومكان لمقر الحكم. فبنى حوالي 60 برج وجامع كبير، جهزها وملاها بالأسلحة وأدوات الحرب، وأصبحت قلعة مبهرة لكل اللي شافها وسمع عنها. ويموت نجم الدين أيوب، وقرر ابنه توران شاه بأنه ينقل الحكم من قلعة الجبل لقلعة الرودة، وللأسف اتهدمت القلعة مع تولي شجرة الدر. ويتولى محمد علي ويبدأ عهد جديد لمصر ومنطقة منيا للرودة، ويبدأ يملاها بالمصانع والكباري. والسبب في تسمية المنيل إن محمد علي بعد توليه الحكم اختار المكان ده لبناء مصنع لتصنيع النيلة، والنيلة كانت صبغة بتستخدم في صناعة الأقمشة، وبقى يتقال عنها منيا للرودة. اتعمل فيها الكباري زي كوبري عباس وكوبري الملك الصالح. فالمنيل كانت مكان للناس اللي بتزوره علشان تتفسح وتتفرج على الأشجار النادرة وتشم الهوا وتشوف الطيور. ومن أهم معالمها كوبري الخشب وكوبري المنستيرلي اللي اتكلمنا عنه في بداية الفيديو، وقصر محمد علي هنشوفه في الفيديو الجاي، انتظروني. ولو لسه ما فعلتوش الجرس فعلوه علشان نشوف ونسمع حكاية لمكان ساب لنا تاريخ وأثر.